كاين شي قرارات متهورة كيتخدوها شي ناس بلا ما يفكروا في النتائج والعواقب ديالها اللي تقدر تاخد لهم حياتهم. اليوم غادي نشوفوا قضية ديال التهور والتسرع والطريق الخايبة اللي غادي تؤدي لواحد الجريمة مأساوية في مدينة طنجة. السلام عليكم، معكم الحفصة ومرحبا بكم معايا في قضية جديدة. قضية ديال اليوم كتعلق بأسرار وتفاصيل الحادث المؤلمة اللي وقع مؤخرا في مدينة طنجة، اللي مشات ضحيتها شابة في الثلاثينات في أواخر شهر ماي 2024، يعني هاد العام هذا. القضية بدات نهار 24 ماي في نواحي مدينة طنجة، بالضبط منطقة قزناية، حدا سوق السمك الجديد اللي عادك تحل جديد في منطقة قزناية. كان غادي واحد الراجل حتى كتبان ليه واحد الباليزة مرمية في الخلا وكانت كتبان محروقة. الفضول اللي جاه خلاه يمشي يشوف شني فيها هاد الباليزة، ولكن ملي قرب ليها كيكتشف واحد الحاجة اللي كانت صدمة ليه وصدمة كبيرة بزاف. أول ما قرب للباليزة كتبان ليه واحد البقايا ديال جثة مقطعة كتبان من خلال الباليزة والحروق اللي كانت في الباليزة. السيد تصدم، ولكن في البلاصة اتصل بالدرك الملكي لأن ديك المنطقة كتعتبر منطقة قروية. بالدرك الملكي ملي القضية فيها الجثة جاو في البلاصة لعين المكان، حاصروا المكان وهزوا الجثة للطبيب الشرعي، ومن خلال المعاينة الأولية كان باين أن الباليزة تحرقت في نفس البلاصة اللي ترمت فيها وأنها جاية من بلاصة أخرى. الجثة من بعد ما دازت للطبيب الشرعي اللي خرج بنتائج مفاد ديالها أن الضحية كانت امرأة في الثلاثينيات، ولكن ما قدروش يعرفوا الهوية ديالها لأن البصمات ما بقاوش من كتر الحروق اللي كانوا فيها، وما لقاو حتى دليل اللي يوصلهم للجاني أو يعرفوا المجني عليه. الحاجة الوحيدة اللي توصلوا ليها هي أن الضحية امرأة وأنها ماتت عادك حرقوها في ديك البلاصة. بداو التحقيقات في عين المكان وسولوا بزاف د الناس اللي كانوا تما، واش شي حد شاف شي واحد رمى الباليزة او لا شاف شي واحد كيشعل العافية، ولكن حتى واحد ما عطاهم راس الخيط. قالهم حل واحد وهما يراقبوا الكاميرات ديال الطريق اللي كتاخد لنفس البلاصة. وبالفعل من خلال المراقبة الدقيقة للطريق مع تحديد الوقت ديال الاحتراق ديال الباليزة، قدروا انهم يشكوا في واحد السيارة زرقاء اللي كانت من نوع ميني كوبر مشات ورجعت في نفس البلاصة وفي نفس الوقت تقريبا. بما ان الدارك ما كان عندهم حتى خيط يتبعوه باش يوصلوا لمعرفة الجاني والضحية، قرروا انهم يتبعوا بيس ديال هاد الطوموبيل زرقاء وشكوا ان مولاها يقدر يكون هو صاحب الجريمة. من بعد ما كشفوا الخيط ديال هاد الطوموبيل، الدرك الملكي تواصل مع الامن الوطني وداروا بحث في مدينة طنجة باي طوموبيل زرقاء من نوع ميني كوبر، وما خداش منهم الوقت بزاف حتى عاد جيهم شي خبار على واحد الطوموبيل بنفس المواصفات مباركيه في واحد الحي شعبي من احياء طنجة. في البلاصه غادي يتوجهوا الدرك الملكي للطوموبيل رغم انها تلقات في المدينه، لكن كما قلنا الجثه تلقات في مدار قروي، والمدار القروي كيكون مكلفين به الدرك الملكي. اول ما وصلوا الدرك الملكي لعين المكان بداو كيسقسيو كيسولوا الناس ديال داك الحي شكون مول الطوموبيل ولا شكون اللي حطها تما، ولكن حتى واحد ما كان عارف ضمن هاد الطوموبيل ولا شكون حطها تما، والجميع كان كيقول انهم اول مره كيشوفوا هاد الطوموبيل في هاد البلاصه. هنا زادت الشكوك ديال الدرك ان هاد الطوموبيل بالغالب هي نفس هاد الطوموبيل اللي بانت في مسرح الجريمه ديك الزنايه. خداو الماتريكول ديالها وبداو بالاجراءات باش يقلبوا على مول الطوموبيل، ولكن هنايا كانت الامور بدات كتعقد شويه لان الاسم ديال صاحب الطوموبيل كان لواحد المراه كبيره في العمر وماشي من طنجة، يعني ماشي من سكان طنجة، كانت من مدينه مكناس. اش غيوصل طوموبيل من مدينه مكناس لطنجة بلا ما يكون مولاها هنا؟ الدرك شكوا ان الطوموبيل تقدر تكون مسروقه، واللي سرقها جابها لطنجة باش ينفذ بها الجريمه ديالو وسمح فيها بهاد البلاصه. الدرك تواصلوا مع امن مكناس باش يتواصلوا مع صاحبه الطوموبيل ويعرفوها ان طوموبيلتها تلقات في طنجة، اللي حتى هما بدورهم مشاو عند هاد السيده اللي كانت كبيره في العمر. من خرجت عندهم بداو كيسولوها على الطوموبيل واش عندها شي طوموبيل وفين هي. السيده قالت ليهم راه عندي طوموبيل زرقاء بسميتي
ولكن ماشي أنا اللي كنسوقها وماشي عندي، راه عند بنتي في طنجة. البوليس علموا السيدة بأن الطوموبيل اللي كانت مسروقة راها تسلقات، ولكن بنتك راه ما لقيناهاش. السيدة عيطت داك الساعة لبنتها اللي كان الاسم ديالها فاطمة الزهراء باش تسولها وتفهم منها كيفاش تسرقت ليها الطوموبيل وتبشرها بأن البوليس راه لقاوها. لكن بنتها ما كانتش كتجاوب على الاتصالات ديالها. هاد السيدة في البلاصة عيطت لولد خوها اللي كان حتى هو في مدينة طنجة، وقالت ليه يمشي عند بنتها اللي اسمها فاطمة الزهراء للدار ويقول ليها راه البوليس لقاو الطوموبيل وراها كتعيط ليها وما كتجاوبهاش. وهادشي طبعا باقي تحت انظار الامن الوطني اللي كان في نفس المكان مي كانت هاد الام كتعيط لولد خوها. مشى داك الساعة ولد خو السيدة اللي هو ولد خال فاطمة الزهراء، مشى لدارها وهي ما كيدق ولكن ما لقاهاش وما فتح ليه حتى واحد الباب، وراها مباشرة مشى يسول على الطوموبيل ديال بنت عمته. ولكن البوليس قالوا له يمشي عند الجندارم هو اللي غادي يعطيوه المعلومات. دخل عند الجندارم باش يسول على الطوموبيل، ولكن الجندارم بداو معاه في التحقيق هو الاول، واول حاجه داروها سولوه على فاطمه الزهراء وعلى اش كيجيها وفين راها، ومن بعد وراوه الصوره ديال جثه المحروقه وسولوه واش كيعرفها. السيد جاوب على كل الاسئله، ومن وصل الصوره بقى كيحقق مزيان، ولكن ما عرفهاش لان الجثه كانت محروقه لواحد الدرجه كبيره. ولكن بقى كيحقق مزيان وشكلها تكون هي فاطمه الزهراء، وخبرهم بالشكوك ديالو لان المواصفات قريبه ليها. هنا الدارق عرف بان الطوموبيل تقدر تكون للضحيه وماشي للمجرم، وهنا كان خصهم الام ديالها اللي تجي باش تاكد واش هذه فعلا هي فاطمه الزهراء ولا لا. عيطوا على الام وجات من مكناس على اساس التحقيق في القضيه ديال طوموبيلتها. ما بغاوش يخلعوها حيت المراه كانت كبيره، واذا كانت بصح هذه بنتها تقدر ما تتحملش الصدمه ديال الوفاه ديال الكبده ديالها. حتى وصلت لطنجة عاد علموها عائلتها بشنو كاين. الام المكلومه تصدمت بزاف وبكات، ولكن كان ضروري كان خصها تشوف باش تاكد باللي واش هذه بنتها ولا لا. دخلوا الام المستودع الاموات اللي غير كيف شافت الجثه قالت لهم هذه بنتي، هادو هما عينيا. صافي هنا الدرك والامن الوطني غادا يبداو التحقيق معمق والبحث عن الجاني، بما ان المجني عليها تعرفوا عليها. كان خصهم يوسعوا دائرة البحث ويعرفوا شكون هي فاطمة الزهراء ودائرة المعارف والأقارب ديالها باش يقدروا يتوصلوا للجاني. فاطمة الزهراء اللي كانت من مواليد 1990، أي كانت في السن ديال 34، من مدينة مكناس. تخلت عليها الأم ديالها الحقيقية وهي مازال عندها 3 أيام. بنتها الأسرة ديالها وعائلتها دابا اللي كانت كتكون من الزوج والزوجة عاقر. كبروها وداروها اكثر من بنتهم، كانوا كيبغيوها واللي بغاتها تحضر، وكانت مفشه من العائله ديالها كلها ومحبوبه عند الجميع، من عند عمامها وخوالها وخوالاتها وعماماتها. من كبرت فاطمه الزهراء بان زينها وكانت آية في الجمال. زائد كانت بنت مقبوله وظريفه وكانت حنينه على والديها اللي ربوها، كانت مرضيه عندهم كما كيقولوا. ملي وصلت لسن المراهقه وبحكم النقاط ديالها اللي كانوا ضعاف قررت انها تخرج من الدراسه ودارت مدرسه الحلاقه ونجحت في هذا المجال وخدت الدبلوم، ولكن ما خدمتش به. وبما ان قلنا فاطمه الزهراء كانت عاطيه العين كانوا كيجوا فيها الخطاب بزاف، وفي هذه الفتره تقدم ليها واحد الشاب من المعارف ديالهم وقبلت تزوج به. ولكن هذا الزواج مع الاسف ما دامش لان كان بيناتهم مشاكل بزاف. قررت هي وراجلها انهم يتفرقوا بسلام، بحال اللي تلاقاو خوت يتفرقوا خوت. وفعلا داكشي اللي كان. رجعت فاطمه الزهراء للدار ديالهم من بعد الطلاق وبقات معززه مكرمه في دارهم حتى عيجي النهار اللي عيتوفى فيه الاب ديالها. وهنا كان على فاطمه ضروري تخرج تخدم باش تعيش راسها وتصرف على ماماها حيت ما بقاش عندهم شي معين. وبحكم ان ولاد خالها مستقرين في طنجة فكرت تمشي عندهم تما باش تخدم في المجال اللي هي كتفهم فيه مزيان اللي هو مجال الحلاقه. ولان طنجة مدينه كبيره وفيها الفرص ديال الخدمه بزاف اكثر من مكناس، انتقلت انها تعيش في طنجة وقلبت على خدمه حتى لقاتها. خدمت في واحد الصالون ديال الحلاقه وكرات واحد الدويره صغيره على قدها، وكان داكشي اللي كتربحو كتعيش منه والباقي كتصيفطو للام ديالها. فاطمه الزهراء دارت بزاف ديال الصداقات في مدينه طنجة بحكم العمل ديالها، وتعرفت على بزاف د الناس. من خلال هاد المعارف لقات خدمه جديده، وباش تحسن المستوى المعيشي ديالها وافقت تخدم كمسيره ديال مقهى الشيشه بمدينه طنجة.
بقات أعوام على هاد الحال وكان عندها مدخول محترم، ومن هاد المدخول تحولت من الدار ديالها الأولى لواحد الدار حسن. ومن بعد شرات الطوموبيل اللي كتبتها بالاسم ديال الأم ديالها، ووسعت الدائرة ديال المعارف ديالها، ورجعت معروفة بزاف عند بزاف ديال الصحاب، بحكم أنها كانت محبوبة من طرف الجميع، سواء العائلة ديالها أو صحابها أو الكليان ديالها في القهوة. إذن هذه هي المعلومات اللي عرفوا الدارك على فاطمة الزهراء باش يبداو التحقيق. حلوا الطوموبيل ديال فاطمة الزهراء اللي كانت بالاسم ماماها وقلبوها مزيان لربما يلقاو شي دليل، ولكن مع الأسف ما لقاو حتى حاجة، لا بصمات ولا وثائق اللي توصلهم لشي بيس. جبروا فقط التليفون ديالها، وكما كنعرفوا أن وجود التليفون شيء مهم، لأن أغلب الأسرار كتجبد من التليفون. ومن خلال المكالمات والميساجات غادي يعرفوا باللي فاطمة الزهراء عندها علاقة بزوج ديال الأشخاص. ملي قلبوا مزيان على هاد جوج ديال الأشخاص شكون هما، لقاو الشخص الأولاني اللي كان هو مغني مشهور بمدينة طنجة بدون ذكر الاسم طبعا، والشخص الثاني غير معروف. دارك والأمن الوطني توجه مباشرة للمسكن ديال المغني واعتقلوه احتياطيا باش يبداو معاه التحقيق. ولكن من بعد ساعات ديال البحث والأسئلة والإثباتات والحجج اللي قدمها هذا المغني، اقتنعوا بلي هذا المغني كان بعيد تماما على مسرح الجريمة. في لقاو الجثة ديالها، يعني السيد بعيد على الشبهات. ولكن هذا المغني غادي يعطيه شي معلومات مهمة للشرطة والدرك. قال لهم بلي أنه كان فعلا كانت عنده علاقة مع فاطمة الزهراء، ولكن هو كان عارفها أنها كانت كتعرف شخص واحد آخر ومرتبطة به لمدة طويلة، وعطاهم العنوان ديالو بالضبط. وبما أن الأمن كيقلب على أي خط اللي يشد به الجاني، فكيحقق مع أي واحد عنده صلة بالضحية كيف ما كان. دارك والبوليس انتقلوا ديك الساعة للمكان في ساكن داك الشخص الثاني اللي كان في حي النجمة، وهاد الحي كيتعتبر من الأحياء الراقية بمدينة طنجة. دقوا في الدار ديالو ولكن ما لقاو حتى واحد. سولوا العساس ديال الإقامة، قال لهم ما شفتوش مدة هادي، لكن أحد أفراد الأمن ديال الشرطة لاحظ بلي كاين الكاميرات في الإقامة. إذا من هنايا غادي يقدروا يعرفوا معاش دخل ومعاش خرج المشتبه به وشكون جا عنده آخر مرة. سولوا العساس على شكون مكلف بالكاميرات، ولقاو أن داك العساس هو اللي عنده كلشي، هو اللي مكلف بيها. بداو كيشوفوا التسجيلات اللي قبل من 24 مايو، أي قبل النهار اللي لقاو الجثة بأيام، باش يراقبوا التحركات ديال المشتبه به الثاني. ومن خلال المراقبة ديالهم ما بانش ليهم حتى شي حاجة ماشي هي هذيك، شافوا كل شيء عادي، ما كاين حتى حاجة كتثير الشكوك. ولكن ملي وصلوا النهار ديال 23 و 24 مايو ما لقاو حتى شي تسجيل في هذه المدة. تسجيلات الكاميرا ممسوحة من قاعدة التسجيل، وهنا زادت الشكوك ديال الأمن وديال الدرك. وأول متهمين غادي يكون هو العساس، لأنه هو اللي مكلف بالكاميرا، هو اللي عنده كلمات السر. خدوه للمركز وبداو بالتحقيق معاه، ومن ضمن الأسئلة كانت علاش تمسحوا التسجيلات في ديك الفترة، وشكون مسحهم، وعلاش تمسحوا أصلا. ومن بعد خداو التصريح باش يفرعوا باب ديال الدار ديال المشتبه به اللي هو الصديق ديال فاطمة الزهراء الثاني، ويدخلوا يشوفوا شنو مخبي تما. من بعد الاقتحام الدار ديال المشتبه به بداو بالتقلاب والبحث الدقيق، والبوليس غادي يلقاو شي حاجة مهمة بزاف. غادي يتوصلوا الأثر ديال الدم، وباش يعرفوا بالضبط هاد الدم ديال من، كان خصهم يهزوا عينات منه باش يتاكدوا بلي داك الدم ديال فاطمه الزهراء. وبما اننا في المغرب وفحال هاد الاجراءات كتاخذ واحد الوقت بزاف مع الاسف، حتى التعرف على الجثه ما يمكنش يعرفوها غير بالوجه والجسد ديالها، كان ضروري انهم يتعرفوا عليها من خلال البصمات او الADN. وفي الحاله ديال الضحيه ديال فاطمه الزهراء كانت الحالة جد معقدة، بما أنها ما بقاوش عندها البصمات أولا، وما يمكنش يعرفوها بالADN لأنها كانت غير مربية وماشي بنت بيولوجيا لهذيك السيدة. إذا كان عندهم حل واحد، هو المقارنة الحمض النووي ديال الضحية اللي كاينة في دارها وطوموبيلتها مع الحمض النووي ديال الجثة اللي لقاوها. عادي يمكن يقارنوها مع نقطة الدم اللي لقاوها في الدار ديال المشتبه به. وكيف قلت هادشي كياخد وقت كبير، وما يمكنش يسلموا جثة فاطمة الزهراء لعائلتها باش يدفنوها حتى يكملوا هاد الإجراءات كلها. إذا رجال الشرطة ورجال الدرك اللي تعاونوا بجوج على القضية، وبعد ما تأكدوا باللي الشخص الثاني اللي لقوه عنده الدم يقدر يكون هذا هو منفذ الجريمة، وماشي بعيد يكون حتى العساس مشارك معاه وخا غير التستر عليه، داروا مذكرة بحث على المشتبه به على بعد ما تخرج النتائج ديال الADN ديال نقطة الدم اللي لقاوها في الدار ديالو.
وبداو البحث من طنجة وصولا لمدينة تطوان لأن المشتبه به كان من مدينة تطوان. وخلال هذا البحث الشرطة من بعد تقريبا شهر كامل وراء الجريمة قدروا يلقوا القبض على المجرم. وقلت لكم المجرم وليس المشتبه به لأنها كانت خرجت في هذه الفترة هذه النتائج ديال التحاليل وثبت أن الدم اللي كانت في الدار ديالو ما هو غير الدم ديال فاطمة الزهراء، وتأكدوا بأن الجثة كانت فعلا جثة ديال فاطمة الزهراء. لقاو عليه القبض في مدينة الناظور مخبي عند شي عائلة ديالو، وكان كيعول وكيوجد باش أنه يهرب من الناظور لمليلية والسبتة. دابا نجيو نعرفوا شنو الحاجة اللي تخليه يقتلها بهذه الطريقة البشعة. البحث الأول ديال الشرطة قبل ما يلقاو عليه القبض تأكد لهم أن الشخص كان تاجر مخدرات ومن مدينة تطوان ومزوج وعنده 2 وليدات. تعرف على فاطمة الزهراء في مقهى الشيشة اللي كانت كتسيرها، تعرف عليها وقدر يربط معها واحد العلاقة. هاد العلاقة اللي نتج عنها علاقة غير شرعية، كانت كتمشي عنده الشقة ديالو في حي النجمة، كان كيتهلا فيها بالفلوس والهدايا، حتى هي ما كانتش كتبخل عليه. واحد النهار فاطمة الزهراء قررت أنها تصور فيديو وهما في أوضاع حميمية بلا ما يعرف هو. قالت مع راسها ربما تحتاجو شي نهار يفكر يتخلى عليها أو يحبس عليها فلوس. دازت الأيام حتى جا النهار اللي وقعوا خلافات بين فاطمة الزهراء وهاد الشخص اللي قرر أنه يبعد عليها لأن فاطمة كانت كتضغط عليه أنه يتزوج بها، وبما أن السيد كان كيعتبر أنها مجرد نزوة فما كانش باغي أنه يتزوج بها أو يربط معها شي علاقة جدية. فاطمة الزهراء بلا ما تضرب حتى شي حسابات قررت أنها تهدو بداك الفيديو اللي صوراتو ليها وليه في أوضاع حميمية، ولكن هو مرضاش الطلبات ديالها. هنا فاطمة الزهراء قررت أنها تسرد داك الفيديو للزوجة ديالو وتفضحو مع عائلته ومراتو وولادو، كانتقام ليها منه لأنه ما بغاش يتزوجها وبالنسبة ليها أنه كان كيضحك عليها. الفيديو إنفو وصل لمراتو وبطبيعة الحال ما تقبلتش الخيانة ديالو، وبما أنه كان خدام في المخدرات فكان كاتب كل الأملاك ديالو كل رزقه بالاسم ديالها تفاديا للمساءلة من أين لك هذا. فمراتو جمعت حب وتبن وهزت ولادها وهربت خارج المغرب، كان انتقام منها ليه حيت خانها. المجرم كيف عرف بهادشي هذا كامل بأنه ما بقى عنده لا ولاد لا فلوس لا أملاك لا مرأة، وبالنسبة ليه فاطمة الزهراء هي اللي خرجت عليه على حياته، مع العلم هو اللي خرج على راسه بالتهور ديالو والخيانة ديالو والمخدرات. قرر أنه ينتقم من فاطمة الزهراء واستدرجها وجابها للدار على أساس أنه غادي يرجع علاقته معها بما أن مراته مشات في حالها، ولكن هو كانت عنده خطط أخرى. أول حاجة وكيف وصلت فاطمة الزهراء قرر أنه يقتلها بلا رمشة عين، قتلها وقطعها وخدا الجثة ديالها وحطها في الباليزة اللي لقاو فيها الجثة. من بعد نزلها لطوموبيلتها وخداها حتى المنطقة ديال الزناية فين لقاو الجثة وتما حرقها، ورجع بالطوموبيل وحطها في حي الشعبي فين لقاوها الدارك، ومن تما هرب للناظور وكان مقرر أنه يهرب لسبتة أو المليلية. بالنسبة للكاميرات فهو من اللي رجع قدر يرشي العساس بواحد المبلغ مالي وخلاه يمسح التسجيلات ديال نهار الجريمة. العساس ما كان فراسو والو على الجريمة، ولكن أكيد غادي يتابعوه بالخيانة الأمانة. القضية مازال في التحقيقات ومازال ما تحكم فيها، وإذا كان شي جديد فيها غادي نعلمكم إن شاء الله. وصلنا لنهاية القصة. إذا كان كيعجبكم المحتوى ديالي ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك. معكم الحفصاء، نشوفكم فيديو قريب. تهلاو.